احمد حلمي شغال مع الماسونية. ده كومنت انا شفته على تويتر وعلى انستجرام وعلى الفيسبوك كمان على الصورة دي. فاللي انا عايز اقوله لك ملخصا سريعا كده، الباتشينو قام بدور شيطان في مسلسل كامل على نتفليكس. لو انت ما اتفرجتش عليه ما انصحكش ان انت تتفرج عليه، اسمه ريسيفر. ما تكبرش الموضوع. انا بقى اللي بسألك، هل انت واخد الفكرة دي عشان احمد حلمي ما اخدش موقف لما منى زكي عملت فيلم اصحاب ولا عزل، ولا انت اصلا ما بتحبش تركي الشيخ فبتشوف ان هو شخصية مجوجة الماسونية مثلا؟ مش قادر افهم. وفي الاول وفي الاخر انا عايز اقول لك حاجه، انا وانت عارفين الصح من الغلط، فما تديش حد اكبر من حجمه وما تكبرش حدث ما يستاهلش. ده ممثل ودي مسرحيه قايم بدورها، وانا لما شفت المسرحيه لقيت ان الموضوع عادي أوي. لو هتتكلم عن الزي قديم جدا، ومش عشان انا خدت عليه ولكن انا مستهيفه. فاهم حاجه؟ انا مستهيف الرموز والحاجات دي. انت فاهمني وانا فاهمك، مش عايزين نكتر في الموضوع. وانت ما عملتش اشتراك في القناه، انا بشكركم جدا جدا. وصلتوني لحد دلوقتي 50 او 60 مشترك، ان شاء الله في مزيد. سلام.